السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وصفة النهاردة وصفة مميزة جدا، هنعمل فيها صينية رقاق طري باللحمة المفرومة. أكلة كده مميزة جدا بنعملها في عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتم طيبين. عملنا مع بعض الرقاق الناشف وكان سهل جدا، عملنا كمان الرقاق الطري، يا رب الوصفة تعجبكم. طالع معانا مورق من جوه وطري وكمان مقرمش جدا من بره. الوصفة سهلة وبسيطة، من جماله ومن طراوته تحسي كده ان انت عاملة فطيرة. الوصفة سهلة جدا وبسيطة، يا رب الوصفة تعجبكم وتجربوها. اهم حاجة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ويلا بينا هنبدأ كده مع بعض وصفتنا. في البداية معايا صينية على مقاس الرقاق اللي انا عاملاه، دهنتها كده دهنة كويسة جدا من السمنة، تكون كمان سمنة بلدي او زبدة براحتك خالص. معايا كده شوربة بط، شوربة لحمة، براحتك خالص المتوفر عندك. وكمان الرقاق اللي كنا عملناه فيديو قبل كده، بتخزنيه في الفريزر وبتطلعيه كده قبلها بنص ساعة، بيكون طري وكمان زي ما انت شايفاه كده كويس جدا. اي حاجة في الرقاق متقطعة ما تقلقيش منها خالص، بتدخليها في وسط كده صينية الرقاق، او كمان ممكن تحمصيها كده في الفرن وتعملي بيها كمان ام علي، بتطلع جميلة جدا. هنبدأ كده ننزل الرقاق كده في الشوربة، رقاقة كده برقاقة، وهنبدأ كده نرصها في الصينية بين كل رقاقة والتانية دهنة كده بسيطة من السمنة البلدي. بتورق معانا الرقاق ويطلع معانا طبقات زي الجلاش بالظبط. وصفة سهلة وبسيطة، جربيها وإن شاء الله تعجبكم جدا. أكلة مميزة جدا بنعملها كده في عيد الأضحى. بالنسبة بقى للطبقات براحتك خالص، عايزة كده تعملي 4 طبقات و4 أو 5 و5 براحتك على حسب رغبتك. ومعايا كمان لحمة مفرومة معصجاها، ضفت لها كده 400 جرام من اللحمة، وكمان بصلتين كبار مفرومين ناعم، حباية كده من الجزرة مبشورة، وكمان حبة فلفل رومي أخضر متقطع كده مكعبات، بيدي طعم وريحة جميلة جدا للحمة المفرومة. المقادير هسيبها لكم كده مكتوبة في صندوق الوصف. هنبدأ كده نعمل الطبقات، مش هتاخد منك دقايق، هتشرفك كمان في أي عزومة كده هتعمليها لحبايبك. خلصنا كده أول طبقات كده عملناها. هنبدأ كده نضيف لها اللحمة المفرومة، هتبدأي كده بتوزعيها كويس جدا، وتسيبي كده مسافة بينها وبين حرف الصينية عشان ما تتحرقش منك في الفرن. وكمان من بداية كده ما بدأت شغل شغلت كده أو ولعت الفرن بتاعي، بيكون ساخن جدا، وبعد كده بهدي عليها النار خالص. ما ينفعش طبعا بتدخليها كده الفرن على نار عالية عشان هتاخد منك لون بسرعة، وكمان قلبها كده مش هيكون مستوي معاكي. فاحنا بنهدي عليها النار من فوق ومن تحت. تطلع كده مرقة طبقات من الرقاق، تحسي كده ان انت عاملة فطيرة جلاش او فطيرة من اللي احنا بنعملها كده، الفطير المشلتت. من جمالها ومن طراوتها، طريقتها سهلة جدا. بين كل طبقة وطبقة ممكن كمان لو مش عايزة كده تدهني سمنة بلدي، ممكن قشطة بلدي المتوفر عندك. بتقفلي كويس جدا الرقاق عشان ما يرفعش منك كده في الفرن، وكمان بيعمل حروف كده مش مستحبة وبيتحرق بسرعة. فانت بتظبطي كده الصينية وبتسويها كويس جدا. خلاص بدأت كده خلصت الطبقات بتاعتي. بالسكينة كده هنبدأ نقطع كده من النص على علامة زي علامة زائد، وكمان هنبدأ كده نعمل مثلثات. انا ما بقطعش الفطيرة او صينية الجلاش من بدايتها، بسيب كده مسافة صغيرة، دهنة بسيطة جدا من السمنة كده. عايزة تضيفي كده معلقتين من القشطة البلدي، عايزة تضيفي معلقتين من الشوربة او شوية كده من الشوربة، عايزة تضيفي نص كوباية لبن براحتك خالص، على نار بقى هادية كده او متوسطة كمان. هندخلها كده الفرن لمدة 30 دقيقة ونرجع كده مع بعض تاني.
صينية ما شاء الله، أنا سِبتها بس غطيتها 10 دقايق بالضبط، وبرضه طالع معايا مقرمش من برّه، فيه سِنّة كده من الطراوة، ومقرمش جدًا من فوق ومن تحت، واخد لون دهبي جميل جدًا. أنا باشبّهه للفطير اللي إحنا بنعمله، الفطير المشلتت، خفيف جدًا، ريحة وطعم ما شاء الله عليه. جرّبيه لعيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين. تعزمي كده حبايبِك عليها إن شاء الله، هتشرّفِك بإذن الله في أي عزومة. طبقات كده من الرقاق، طري جدًا من جوّه، وكمان الحشوة دايبة دوب، ومقرمش كده من فوق ومن تحت، طعمه لذيذ جدًا. يا رب الوصفة تعجبكم وتجرّبوها. أهم حاجة ما تنسوش تدعموني، دعمكم بيفرق معايا جدًا، وفي رعاية الله.